السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأنا أحبكم في الله. سامحوني أن نلتقي الليلة ومرة أخرى القلب يدمي. قلت لك الله يا مصر، لا نكاد نخرج من فاجعة حتى تفجأنا فاجعة أخرى. فبعد مرور العبارة، أقصد غرقها، و1000 أسرة من المسلمين يفقدون غالين عندهم، ثم تأتي أزمة أنفلونزا الطيور، وفاجعة فقدان كثير من المسلمين رزقهم وأكلهم، ثم هذه الحمى القلاعية وما انتشر تبعها، فإذا بنا نفاجأ بهذه التفجيرات الأخيرة والاعتداء على الكنائس. حقيقة هذه الأمور لا ندري من صنعها تحديدا، وأنا أناشد عقلاء الأمة أن يبحثوا عن السبب الحقيقي لهذا، ولا نسارع باتهام الدين. هذه الأعمال قولا واحدا الدين منها بريء. أي إنسان يقول إنه عمل الأعمال دي باسم الدين فهذا ضلال مبين. الدين لا يرضى هذا، الإسلام لا يرضى هذا، الإسلام لا يقر هذا، الإسلام لا يأمر بهذا، الإسلام لا يشير إلى هذا، الإسلام لا يلتبس فيه أمر الأرواح، إزهاق الأرواح. أرواح الناس أغلى شيء في الإسلام. وقف عبد الله بن عمر أمام الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، ولا المسلم أعظم حرمة منك.
هذا التهور الحاصل مش دين، بالتأكيد مش دين. وهذا اتفاق. اسأل أي داعية في مصر أو في غيرها، اسأل أي عالم يقول لك الكلام ده لا يمت إلى الدين بصلة. مسألة مهاجمة الكنائس هذا لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا، مش عشان أي شيء. الكلام ده كلامنا بفضل الله عز وجل. وأنا قلت في اللقاء الماضي قدرا إن المسلم الذي يريد النجاة ما يغيرش كلامه. المسلم اللي عايز ينجو ويذهب إلى الجنة ما يغيرش كلامه أبدا، ما يغيرش كلامه جوه وبره. لا، احنا بنقولش الكلام ده لأي هدف غير تبرئة ساحة المسلمين والبحث عن مصادر أخرى هي اللي بتفعل هذه الأفعال. سواء كان الولد ده مجنون أو مش مجنون، مش ده موضوعنا، لكن يتشاف الولد ده منين وإيه الدوافع اللي دفعته لكده. لأن ما فيش حد من المسلمين بيقر هذا. مش كلام فكر ولا كلام دعوة ولا موقف مشايخ، لا، ده دين. دين. قال الله جل جلاله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يبقى المعاملة مع النصارى بالبر والقسط ده دين، ده كلام ربنا بمنتهى الوضوح. لم يخرجونا من ديارنا ولم يقاتلونا أبدا، يعيشون معنا أهل ذمة. أهل ذمة، هؤلاء أهل الذمة معاملتهم بالبر والقسط أمر الله. زي ما قلت لك كده، له فكر ولا رأي حد من المشايخ ولا يختلف فيه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. دي الأولى. الثانية موضوع التفجيرات اللي بيفجر هؤلاء الناس ويفجر نفسه، هذا الكلام لا يجوز قولا واحدا. كم آذاني وآلمني وآلم كل مسلم غيور أن تتكالب قوى الشر الواحدة والأخرى. نسأل الله العافية. كلمة أخيرة في هذا الأمر، أقول يا شباب إن مصرنا في هذا الوضع ونحن نرى الأوضاع الشائكة في العالم. مصرنا مستهدفة للعبث بالاستقرار والهدوء. فلذلك إياكم يا شباب أن يتلاعب بكم. مصادركم واضحة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حكمها واضح في هذه المسائل. واجب الوقت يا شباب الدعوة إلى الله ونشر الدين وبيان الحق وتأليف القلوب واجتماع كلمة المسلمين. فلا تنشغلوا عن هذا أبدا. قلت في أصول الوصول إلى الله تعالى: لا تنشغل بالمغلق وعالج المتاح. إخوتي وأنا أحبكم في الله، لا ينبغي أن نتهم أنفسنا ولا ينبغي أن نتهم أحدا من المسلمين بأنه وراء هذا. قد قرأت في جرائد اليوم أن هناك أيد خفية، الله أعلم، نحن ليس لنا دخل في هذه المسألة، لكن أحذر شباب المسلمين: إياك أن يخدعك أحد باسم الجهاد ولا باسم غيره. هذا الكلام لا يمت للدين ولا للجهاد بصلة. هي مش لعبة، ده دين. فاتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم وفي أمتكم وفي بلدكم.